ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه لايك للفيديو دوت واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، عشان النهارده هنعمل صنف حلو احلى من الحلو ذات نفسه. الحلو بتاعنا النهارده يعتبر 3 في 1. هتدوقيه وهتاكليه ولا هتعرفي انت بتاكلي كنافه ولا بسبوسه ولا جلاش بالمكسرات. من الاخر هتحتاري في طعمه. بصي، اول حاجه كده هتجيبي حبه كنافه كده صغيرين، بس اهم حاجه كانوا في الفريزر يعني، ويكونوا مجمدين. هنمسكهم كده هنكسرهم كويس جدا، ونحط عليهم 4 معالق سميد بسبوسه او بسبوسه من اللي في الكيس، وبعد كده نحط عليهم سمنه ونحطهم على النار ونقلب كويس، ايدينا مستمرة على طول كده في التقليب والتحمير لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. هننزل عليهم بالمكسرات تقلبتين، وننزل عليهم ب3 معالق شربات او سيرب من اللي عندنا نكون عاملينه يعني وبارد. تقليب تقلبتين برضو على النار كده، ونطفي عليهم على طول، ونفضل برضو نقلب واحنا طافيين البوتاجاز عشان خاطر ما يتحرقش مننا. بعد كده هتلاقي الخلطة دي كلها جمدت منك كده، وده المطلوب. هتجيبي كده الجلاش تعملي كل ورقة لوحدها او كل ورقتين، بس المهم تدهنيها كده سمنة. وبعد كده هتحطي المكسرات وتدهني الصينية سمنة. وبعد كده هتحطي الرول اللي احنا عملناه دوت، بس الجزء اللي هو اخر قطعة في الرول هنحطها في الصينية من تحت عشان تلزق ايه في الصينية وفي السمنة ما يفكش منك. وبعد ما نخلص الرولات كلها هنبتدي بقى نحط سمنة كده من فوق، ندهن كده الوش سمنة. وبعد كده هنبتدي بقى نظبط المقاسات بتاعت كل صباع عشان نحاول الصوابع كلها بتاعت الجلاش تكون معانا مظبوطة. هنبتدي بقى نقطعه بعد ما دهنا وشه سمنة، هنحطه في الفرن على الرف الوسطاني، او مثلا على الرف اللي من تحت شويه، بس اهم ايه حاجه نكون موطيله شويه. اول ما ياخد اللون الذهبي من تحت نبتدي نولع الشوايه، وبعد كده نحط له بقى الشربات بتاعه. الشربات بارد وهو يكون سخن، ونبتدي بقى نحرك الصينيه يمين وشمال عشان نتاكد ان الشربات دخل فيه كله. وبعد كده بقى نبتدي نقدم في طبق، والباقي هنحطه طبعا في علبه كده او في اي حافظ يعني للطعام، ونشيله طبعا وقت ما نحتاج منه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو متنسيش باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.